واش نديرو؟ نجمعوا نقعدوا نديروا الإطلالة ديالي اليوم من الحرب كاين بينا ولا بلا بينا؟ واش نقعدوا حنا ما يمكنش. متفق معاك في هذه سي فركوس، في هذه متفق معاك. حتى حد ما قال لك ريح ربي يديك، هذه عاد تصبيط عليك. ريح ربي يديك، ما تخدم ما دير والو صافي، حيت هذوك الناس عندهم الحرب وصافي. الله يجعل البركه. ياك بكيتي وندبتي بقاو فيك، والله بقات تبكي وتندب يوميا. الله يجعل البركه صافي. خدام استمر، غادي تستمر الحياه، وندعو الله تعالى يوفقهم وينصرهم من الاعداء ديالهم. وسير حضر المهرجانات، عيش حياتك، عيش ما تبقى لك في الحياه، ما كاينش الاشكال. ما يمكنش بحال جميع الناس. بحال جميع الناس. الله يكون في العوان الجميع. الله يكون في العوان، والله يفك الشخصيه اللي شفتوني كي تيقولوا الله يفك وحيلهم حتى هما. وهذاك الشيء ثاني بوحدو. نهضروا حنايا في الفنان، حنا ما تنعرفوش، حنا الفنانه ما تنعرفوش نهضروا في داك الشيء السياسه بوحدو. نهضروا في الفن وداك الشيء. لا ما دور شيء، لا ما تنقدموا حنا لا انسانيه لا وطنيه. حنا مع سيدنا الله ينصرو، وحنا مع الشعب المغربي. كنا مع سيدنا. واش كتسمع سيدنا اش كيقول في الخطابات ديالو؟ دابا نسمع كاش كيقول سيدنا، دابا نسمع. الا بغيتي تقولي اختي انت شي حاجه قوليها، انت صحفيه وانت مجهده في هذا الشيء عليا. تريتني زعما انت مجهده، بتريتني زعما انا ما كنتريت. وراك تريت السي فركوس، راك تريتي، والله الا راك تريتي. انا كنت نتمنى كون دزتي سلتي، ترى اللهم بارك با من راك دير لهم سلاته كان هنا ما يشدوكش، ما تقول حتى شي كلمه كان غادي يكون خير. لكن ما عرفتش درتي في حياتك، كتبتها لك الله تعالى وقلتي هذه الكلمه هذه. ما توفقتيش في هذه الخرجه، في هذه الكلمات ما توفقتيش. سبحانك يا الله، ما عرفتش درتي في حياتك تتبتليتي هذا الابتلاء. دابا كلمه حق، كلمه صغيره بسيطه ما قدرتيش تقولها، ما غادي تغير، ما غادي تقدم، ما غادي توخر. اعلن تضامني لا مشروط مع القضيه الفلسطينيه. هذه جاتك صعيبه، ما تقول لا صهاينه لا يهود لا اسرائيليين لا كيان صهيوني، فقط اعلن تضامني لا مشروط مع القضيه الفلسطينيه. السلام عليكم. جاتك هذه صعيبه. تعرف مناش خيفان. قلتي سيدنا، كنا مع سيدنا، وغادي نسمعك الخطاب ديال سيدنا. واش خيفان ما يبقاوش يجيو يتقدموا عندك الناس اللحم طنجيه؟ شكون اللي تيتقدم عندك؟ راك عايش مع المغاربه مع المسلمين. حتى الا معاك في المدينه ولا في القصبه، ولا الا معاك شي يهودي ولا جوج، الا سولتي غادي يقول لك انا ما تندعمش داكشي اللي واقع له، وتيبقاو فيا الناس في فلسطين. هذا هو الواقع. من غير الا كان شي واحد راه فايت تكلمنا الاخوان، راه الناس اللي يشوفوا مقاطع ديالنا فايت تكلمنا فرق بين صهيوني ويهودي. لكن الله المستعان. سي فركوس، ما توفقتيش في هذه الخرجه هذه، ما عادش درتي في حياتك. عجيب. انا ما مجهدش في هذا الشيء، انا واحد الانسان فنان. ما مجهدش. عرفتي فاش مجهد زيانيتي العفريت، عرفتي مجهد فيه. مغربي، وحنا عندنا مشاكل في المغرب، عندنا مشاكل على العرض نتقادوا مع مشاكلنا اللي في المغرب. عندنا مشاكل في المغرب، ها العار نتقادوا مع المشاكل اللي عندنا في المغرب. عرفتي هاد الهضره هذه كتعجب المتخاذلون، كتعجب المحبطون، كتعجب الخونه اللي خانوا القضيه الفلسطينيه، كتعجبهم هاد الهضره هذه. بالله عليك، جوج مخاصمين على شي حاجه بسيطه، كانوا خوت وعشران تيدعموا بعضياتهم، تخاصموا، واحد جا قال لي دعم لا خوك، وقف معاه تعاون معاه، قال لي لا ما تخويش فيه، راه يلا نتكافل مع المشاكل ديالي. اش هادي الهضره هادي؟ يلا نتكافلوا مع المشاكل ديالنا. بالله عليك دابا بالمنطق خرجتي قلتي اعلن تضامني لا مشروط مع القضيه الفلسطينيه، اش غادي دير كاع؟ اش غادي تقدم؟ واش غادي توخر؟ غادي دير شي حاجه؟ اقل شيء غادي تدعم القضيه الفلسطينيه في الحرب الاعلامي فقط. انت كفنان عندك واحد الشيء الشهره، قلتي هذه الكلمه راه تحسب لك، نعم تحسب لك عند الله سبحانه وتعالى، لكن ما توفقتيش. جالك الله تعالى ما توفقتيش. قلتي هذه الكلمه، اش غادي دير؟ غادي تدعم بها خوتك، زعما غادي تصيفط لهم شي فلوس، غادي تصيفط لهم، غادي ينتصروا على انتصار من الله سبحانه وتعالى. لا بغى الله تعالى ينصرهم راه غادي ينصرهم. لكن هذه كلمه حق خصك تقولها انت كفنان وعندك شويه الشهره. ما عجيب. الحمد لله المغرب، انا فرحان بالمغرب وفرحان بالشعب المغربي. وملي طاحت الزنزانه انا تقاد ليا، زعما شفت المغاربه كي دايرين في الزنزان، بان لي شنو كاين. وراه المغاربه راه تينصروا القضيه الفلسطينيه. السي فركوس تيدعموا القضيه الفلسطينيه دعم لا مشروط.
وتنظن ما كاينش شي حد ملي غادي يطرا في المغرب شي حاجه اللي غادي يدير معنا كي داروا المغاربه. وبنفس الجدية والحق. واجي تسمع دابا الخطاب الملكي. اش قال الملك؟ الله يحفظه لينا من كل داء وسوء في القضيه الفلسطينيه. اللي قلتي انا مع سيدنا، راه كنا مع سيدنا. والحزم. نؤكد موقف المغرب الراسخ بخصوص عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، بما يضمن الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة. سمعتي اش قال؟ ناس يتفاعل. وهذا تا هو هذا فنان ياك، ماشي شي واحد دير الفراشه وتيبيع الميكروفونات، تا هو فنان. اجي نسمع شنو غادي يقول في القضيه الفلسطينيه حولهم، ما يقع عبر العالم، وحنا تنمر من واحد الظرفيه صعبه جدا، والكل يعلم، يعني القاصي والداني يعلم ما يتعرض له الأشقاء الفلسطينيين من إبادات جماعية، من تنكيل، من تقتيل، من تجريم. فأضعف الإيمان يعني أن الناس قائمين على هذا المهرجان لا يريدون أن يمر هذا المهرجان في بهرجته المعتادة، بل بالعكس يريدون أن هذا تضامن ضمني مع القضية الفلسطينية، ونحن نناصر القضية الفلسطينية في الجوهر، في المبدأ، وننتصر. نحن نناصر القضية الفلسطينية بالجوهر والمبدأ. سمعتي الرجال؟ أي شوف، أي قضية أمة، قضية عقدية، قضية إسلامية، أي مسلم إلا تحت له الفرصة والله لا شرف ليه أنه يصدع بكلمة الحق. كلمة بسيطة أتقولها، لا تقدم ولا تؤخر، فقط الدعم الوحيد اللي تقدر تعطيه هو تدعم القضية الفلسطينية في الحرب الإعلامية فقط، حيث كاينه واحد الحرب إعلامية محتاجة لأي شخص سواء صانع محتوى أو فنان أو كيف ما كان يدعم القضية الفلسطينية. دابا راه كاينين الناس لا علاقة لهم بالدين، ما تيقراو قرآن، لهم موحدون تدعموا القضية الفلسطينية. هذا هو العجيب. وإنسان تيوحد الله سبحانه وتعالى، وربما تيقرأ كتاب الله تعالى وتيخاف يقول كلمة بسيطة. هذا ماشي فنان، هذا فنان. واسمع اش قال. ننتصر للسلام كما ننتصر لإحقاق الحق، يعني في على أرض فلسطين. الله يرضي عليك، هذا فنان وانت فنان، لكن شتان ما بين هذا وما بينك أنت. الله المستعان. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أتمنى الله تعالى يكون توفقك تتهز كتاب الله وتبدا تقراه بتأمل وتتأمل في الآيات ديالو باش المرة الجاية تعرف اش كتقول. الله يهدي ما خلق، الله يهدي ما خلق.